بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتطرق لنقطة جدا مهمة، ومن زمان أنا صراحة ودي أتكلم في هذه النقطة لأني أشاهد هذا يوميا، أشاهد هذه الحالات باستمرار، خصوصا في المساجد. لو لاحظنا الآن في المساجد كيفية الركوع والسجود عند البعض، لأنهم يشكون أحيانا من آلام في الركب. فما هي أسباب الآلام وكيف تحدث الآلام هذه وبعضهم يعتقد أنه هذا خلاص أنه كبير في السن ولازم يسوي كذا. مو صحيح، هذا غير صحيح جدا أبدا. هو تحدث مشكلة أحيانا، فيحاول المريض أو اللي عنده المشكلة هذه أنه يتفادى هذه المشكلة، فيقع في محظور، في مشكلة أكبر. كيف؟ هذه لو نظرنا الآن المجسم اللي قدامنا، هذا هو الركبة، هذا مجسم الركبة، هذه الصابونة، وهذه عظمة الفخذ، وهذا عظم الساق. اللي في النص هذا هي الغضاريف في النص. غالبا لابد يكون عند السجود انه لابد يكون ثاني الركبه بشكل كبير جدا كامل، حتى انك تستطيع انك تسجد او تجلس للتحيات. الحركه هذه لما تكون عضله الفخذ الاماميه، عضله الفخذ الاماميه اللي تحرك الساق، العضله الرباعيه هذه لما تكون ضعيفه، لا تستطيع انها ترفع الصابونه بحيث انها تسوي الحركه هذه، فبالتالي يحدث ضعف، فيكون احتكاك في الصابونه. الاحتكاك هذا مع مرور الوقت يكون هناك زي الخدوش، زي الجروح في الصابونه، فبالتالي يكون في احيانا تورم، يكون في زي النزف الداخلي من السائل الزلالي وما شابه ذلك، فتحدث الام. لكي يتفادى هذه الالام عند القيام والجلوس يستخدم يديه، فبالتالي أهمل عضلة الفخذ الأمامية اللي هي كما نشاهدها الآن. هذه هي عضلة الفخذ الأمامية. عضلة الفخذ الأمامية هذه الرباعية، هذه عملها الأساسي هو الحركة هذه بالشكل هذا الثاني، والحركة هذه. لما تكون العضلة هذه ضعيفة راح يكون هناك احتكاك كبير جدا، فبالتالي يؤدي إلى تقرحات وجروح في الصابونة، فيحدث ألم. فالمصلي أو الشخص اللي عنده المشكلة هذه يحاول يتفادى هذا الألم، فبالتالي يستخدم يديه عند القيام وعند الجلوس للتحيات مثلا أو السجود، ويلغي العضلة هذه. والعضلة هذه عضلة الفخذ الأمامي إذا تم إلغائها فهي تضعف، وإذا ضعفت العضلة هذه راح يكون عنده مشاكل كبير جدا في الصابون. لذلك يفترض أول ما يشعر الإنسان في عنده مشاكل في الركبة، يفترض أنه يشوف السبب وين بالضبط ويتم علاجه، ونرجع أيضا نقوي عضلة الفخذ الأمامية بحيث أنه لا يكون عنده ما يكون عنده مشاكل في الصابون. وإن شاء الله سوف نشرح هذا بشكل أوضح على سجادة، وكيف المصاب يصلي، وكيف الطريقة السليمة في الصلاة حتى أنه يتفادى هذه المشكلة إن شاء الله. ونتمنى للجميع السلامة والصحة والعافية بإذن الله. تحياتي. مثل ما ذكرنا لكم بنشرح لكم الآن عملي كيفية السجود والقيام من السجود عند بعض المراجعين أو المرضى في اللي يشوفوا المساجد. يفترض أن عضلة الفخذ هذه الأمامية تكون عضلة قوية. لما تكون العضلة هذه قوية يستطيع أنه يقوم عليها. الآن المريض لما يكون عنده احتكاك في الصابونة اللي ذكرناه قبل شوي، احتكاك في الصابونة، هو يحاول يتحاشى هذا الاحتكاك بطريقة تبعد الاحتكاك هذا باستخدامه لليدين أثناء السجود. الآن محمد بيمثل لنا كيف طريقة السجود. تفضل يا محمد. شلون يستخدم يديه. بالتالي الآن تم إلغاء عضلة الفخذ الأمامية من أنها تعمل بشكل جيد، وعند القيام يقوم محمد كيف يقوم بالشكل ذا باستخدام يديه بالشكل هذا. الآن استخدام اليدين ألغى العضلات الفخذ الأمامية، وصحيح الألم خف، لكنه سوف مع مرور الوقت راح يكون عندنا ضعف شديد هنا، وبالتالي الاحتكاك في الصابونة راح يكون شديد جدا. لذلك يحتاج علاج فترة طويلة. فيفترض أنه يبادر أول ما يحس المصاب في هذه المشكلة بأنه يعالج هذه المشكلة فورا، حتى أنه يستطيع يصلي بشكل طبيعي بدون استخدام الكراسي. الآن يستخدمون الكراسي
وهذا استخدام الكراسي بكل تاكيد مع مرور الوقت راح يضعف العضلات. يفترض الصلاه انه تكون بالشكل هذا، يستخدم اليدين بالشكل هذا عند السجود، عند الركوع عفوا، وعند السجود يستخدم العضلات بالشكل هذا وينزل بالشكل هذا، والقيام نفس الشيء بالشكل هذا، يقوم على عضلات الفخذ. الآن اللي عنده مشكلة ما يستخدم الوضعية هذه، ولا ننصحه باستخدامها إلا بعد ما يتم العلاج المشكلة الأساسية وهي احتكاك الصابونة. ففي كثير من المراجعين عندهم هذه المشكلة، والحمد لله تم السيطرة عليها وعلاجها ورجعوا بشكل طبيعي جدا ولله الحمد. فنتمنى للجميع أنهم عند شعورهم في مثل هذه الحالات لا يترددون. هناك حلول بسيطة جدا من أجل صحتهم وسلامتهم حتى لا تتضاعف المشكلة. وهذه مشكلة هذه ترى مو على كبار السن فقط، حتى الشباب يستخدمونها. فنتمنى من الجميع أنهم ينتبهون للنقطة هذه، وحل سهل بإذن الله. تحياتي. شكرا لك.